حته ان انت بقى عندك مجتمع عربي مسلم مصري، المكان اللي انت فيه محلات الحلال موجوده، المطاعم الحلال موجوده، الحمد لله. الواحد قاعد في المكان فتره، فبقى بالتالي ناس بتيجي عليه وتمشي، فبقيت انت عامل الثابت. لا مو العمده ولا بتاع العامل الثابت في المستشفى، فيبقى الجديد بيجي عليك يا جماعه في مشكله ادهم، انت قعدت في المكان فخلاص انت عارف. وبعدين انت جاي بمشاكلك اللي هو وانت جاي كنت انا خلاص عديت المشاكل دي، فتعالى يا حبيبي انا عارف انت بتفكر في ايه وبتاع. فمع الوقت ده انت استقريت وبقى ليك عزوه وبقى ليك ناس وبقى في اسر. طب ما ايه هو الوطن؟ يعني هل الوطن هو مجرد الارض اللي انا اتولدت فيها او عشت فيها طفولتي؟ طب ما يعني لو الوطن ده او البلد مش مساعداك او بتقف ضد احلامك وتطورك، يبقى ايه بقى؟ يبقى احنا بننتمي لشويه تراب؟ ما ارض الله واسعه. غيرت فكره لا والله، لا والله ابدا. يعني سبحان الله، يعني فكر فيها، فكر فيها. انت لما تستقر في مكان وخلاص كونت لنفسك مجتمع، ممكن اوصل الحته دي عادي. قناتك انت مش قناتي انا. فبالتالي بقى ففكره الوطن بقت متغيره عندي. هو الوطن هو المكان اللي يقدرك، اللي يعترف بيك، اللي يساعدك، اللي يديك فرص ان انت تتطور. فعديت مرحله الغربه دي الحمد لله. ولكن يبقى برضو الحنين الى يعني الاهل. فكره ان انت بتقدر تنزل بس مره في السنه، مثلا اسبوعين في السنه. دي والدتي واختي في مصر، ليا اخ في امريكا واخت هنا في انجلترا، فبالتالي انا ما بشوفش والدتي بس غير هي الفتره دي. ده اللي بيوحشني.